وسعوا بقى للكلام الجامد ده. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل وصفة لذيذة قوي قوي قوي، ووصفة مصرية أصيلة. هي البصارة الدمياطي. يعني هي خطواتها بسيطة جدا بس بتطلع نتيجة تحفة. وهنعملها بدقة التومة أو طشة التومة على ما بتسموها. يلا مع بعض نشوف الطريقة. معايا هنا اول حاجه حله على النار وفيها ميه بتغلي. واول ما الميه بتغلي هنزل بكوبايتين من الفول المدشوش. طبعا الكميه على حسب عدد افراد اسرتك. وعليهم بصلتين متوسطين الحجم متقطعين مكعبات بالشكل ده. وحزمه كزبره واحده. تمام. هديهم تقلبتين على النار وهسيبهم 10 دقايق. ولغايه هديهم كده تقلبتين زي ما انتم شايفين وهسيبهم على النار 10 دقايق وهيبقوا بالشكل ده. تمام. هاخدهم بقى واضربهم في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ضربتهم كده في الخلاط وبعدين ده القوام المطلوب او ده القوام المستحب للبصاره. هركنها على جنب واجيب بقى اي وok على النار صغيره. هحط فيها معلقتين توم كبار، طبعا شويه زيت ومعلقتين توم كبار. نص معلقه صغيره من الكمون ونص معلقه صغيره من الكزبره الجافه. طبعا البصاره احنا محيقينها بالملح بتاعها. تمام. بس كده البصاره كده خلصت والتومه كده خلصت. ببتدي بقى ان انا اجيب الطبقه بتاعتي واقدم فيها البصاره بالشكل ده. وبجيب التوم اللي انا عملته، طبعا اللون ده بيبقى لون حلو قوي، يعني ما تغمقيش عن كده وما تفتحيش عن كده. بحط بقى على كل طبق كده شويه من فوق. وبس كده وصفتنا بتكون خلصت. البصاره سهله وبسيطه جدا جدا جدا، وان شاء الله تجربيها وهتعجبك قوي.